بريك دانس بس ماكو احد يعلمني. تواجه مشاكل بتعلم البريك دانس؟ درب كل يوم، ما فيش حد يعلمك. تواجه مشاكل تساقط الشعر والسمنة الزائدة؟ مع أوكرو حل جميع مشاكلك معانا، وكل ده ب $0.00 عراقي. إذا اتصلت دلوقتي راح تحصل على كل ده بضعف السعر، يعني $0.0000 عراقي. اتصل الآن على رقم الظاهر على الشاشة. دمجت وايد انت ترى، ما عندنا لا رقم ظاهر على الشاشه وما عندنا موبايل ترى، ولا عندنا علاج للسمنه الزايده ولا علاج مال تساقط الشعر، احنا بس نعلم بريك دانس. احنا مو عندنا رقم خاص للفرقة؟ لا احنا بس نعلم بريك دانس وهيك حتى موبايل ما عندنا. بس راح تعلم البريك دانس لو السمنه مأثرة عليك. اليوم شادو راح يعلمكم الهيد سبين بسبب اني هالايام عندي اصابة ظهر. صار الظهر لو سمنه زايده؟ اصابة ظهر. الهيد سبين، قبل ما تبدي بتمارين الهيد سبين لازم تسوي حماء زين حتى تتجنب الاصابه. وتقدر تشوف الحلقه رقم 15 هي الخاصه مال الاحماء والرابط بالتعليق. ويفضل انه تشتري فتحوذه مال تمرين، مو شرط انه تكون فتحوذه خاصه مال هيد سبين، اي خوذه مال بي ام اكس مثل هاي راح ترهم حتى تتجنب وجع الراس والاصابات. وقبل ما تبدا تتمرن تفتر على راسك لازم تتعلم شلون توقف وتتوازن زين، وهاي بعض التمارين اللي هي راح تساعدك. واول راح تحاول تتوازن على الحائط وشوي شوي تعوف الحائط بهاي الطريقه. راح تخلي راسك بالقاع وتخلي ايدك مقابلك، تدفع برجلك لين توصل للحائط، وتحاول تعوف الحائط شوي شوي لين تاخذ هاي الوضعيه. تتمرن هوايه لين تاخذ التوازن مالتك. ثاني تمرين راح توقف على راسك بهاي الطريقه، ايديك قدامك ورجليك لي فوق، وتنزل لهاي الوضعيه وتصعد اخر شيء يجي فد 20 مرة متتالية زين، بس تعيدها فد كم مرة باليوم. ثالث تمرين توقف على راسك وتنزل رجليك وتفتحهم بهاي الطريقة، وبيدك تقلبهم يجي، وظل تتوازن لمدة دقيقة أو دقيقتين أو أكثر. وهسه راح نروح للدوران. أول خطوة راح توقف على راسك وتنزل رجليك بهاي الطريقة وإيديك مقابلك. بعدين راح تحرك ايدك على اليمين لو رجعت تفتر بها، وبعدين رجلك بهاي الوضعية. وراها لازم تسوي هاي الحركة بس بطريقة أسرع، ايدين رجلين ايدين ورجلين، راح تطلع بهاي الصورة. هي صح خطوتين بس كلش صعبة ويحتاج لها تمرين كلش هواية. اول شيء توقف على راسك، تنزل رجلك تفتحها وتفر ايديك بعدين رجليك، وتظل هيك مع الاستمرار لحد ما تسيطر عليها. وهسه راح ننتقل للدوران من دون ايدين. هاي طبعا اصعب هواية، لازم تسيطر كلش زين بالدوران ويا الايدين، بعدين تنتقل لهاي المرحلة. والدوران من دون ايدين لازم تكون بهاي الوضعية. ورا ما تفتر سريع ويا ايديك راح تعوف ايديك وتجيب رجليك هيك بهاي الوضعية، وايديك هيك، والتوازن كلش سهل بهاي الطريقة. تعبت. ان شاء الله فادتكم هاي الحلقة، واستمروا بالتمرين وراح تتعلمون كل الحركات. ودلوقتي يا صاحبي اذا عملت سبسكرايب راح تحصل على نظارات اوكرو مجانا. بدينا مرتلو ايوه تبع الحلقة شباب، بس لا تنسون سبسكرايب حتى تشوفون حلقاتنا الجاية.